عموما قطر كان مردودها مخيب وكان أدائها تعيس. ولم تكن في مستوى لا حفل الافتتاح ولا تنظيم قطر للمونديال لحد الآن. طبعا وشفنا عدم رضا في الأوساط الجماهيرية والإعلامية القطرية، ولو أن القطريين لم ينظموا المونديال من أجل أن يفوزوا به، لا، نظموا المونديال من أجل أن يقولوا للعالم بأننا هنا، من أجل أن يبنوا بلادهم، من أجل أن يرتقوا إلى مصاف الدول القادرة على صناعة الحدث. المنتخب السعودي حقق مفاجأة كبرى. مفاجأته ليست فقط في النتيجة ولكن حتى في الأداء. أنا شفت منتخب سعودي جريء ومصر وعنده إرادة كبيرة وروح عالية، فنيا وفرديا وجماعيا كان قوي جدا، وتكتيكيا كذلك كان قوي. أكدها في مباراته الثانية أمام بولندا، ولكن واقعية البولنديين في نهاية المطاف هي اللي فازت، وتبقى عنده حظوظه في التأهل للدور الثاني. المنتخب المغربي لعب مباراتين رائعتين، خاصة الثانية أمام بلجيكا، عنده حظوظ أوفر في التأهل تقريبا بنسبة 95% يتأهل الدور الثاني. تونس مصيره لم يعد بيده لأنه لم يوفق في مباراة أستراليا، تتعادل أمام الدنمارك في المباراة الأولى وتخسر أمام أستراليا، فمعناه أنه أنت ناقص شيء مهم جدا، ناقص شخصية وناقص هوية، رغم أنه عنده شوية قدرات وإمكانيات. ولكن أعتقد بأنه المغرب والسعودية هما في أفضل الرواق للتأهل للدور الثاني. حظوظه وافرة في التأهل، أعتقد مصيره بيده، حظوظه وافرة. وبعدين المعركة الكبرى ستكون بين كرواتيا وبلجيكا. من حسن حظه أن كرواتيا وبلجيكا سيلتقيان سويا. منتخب الكندي أنا شفته في المباراة الثانية أمام منتخب كرواتيا، لا يستهان به، يعني ممكن يعمل لك يعمل مفاجأة على كل حال. ولكن المهم أن المنتخب المغربي مصيره بيده، والمهم في الجهة المقابلة أنه بلجيكا وكرواتيا